السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الأحلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نشارك معكم شباكية بدون ماكينة وبدون خميرة الخبز. بسم الله على بركة الله. في المقادير وطريقة التحضير غنحتاج كيلو و100 غرام ديال الدقيق، غنحتاج كاس ديال اللوز، كاس ديال الجنجلان، كاس ديال الزبدة دايبة، ربع كاس ديال الخل، كاس ديال الماء اللي فيه ضويمه الزعفران وزعفران شعره اختياري، وكاس ديال المزهر، كاس ديال الزيت الزيتون وزيت نباتيه يعني مخلط نص نص، معلقه د القرفه، جوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، شويه المسكه حاره مدقوقه وشويه ديال الكوزه ومعلقه صغيره ديال السكينجبير مع عامراش ورشيشه الملحه وكيس ديال الخميره. هذا الفيديو طلبية وتوضيحا لبعض الأسئلة اللي جاتني في الفيديو السابق. غادي ناخذ الماكينة ديالي. هذا اللوز هذا راه رمشته من قبل، غادي نزيد له شويه ديال الدقيق، واحد المعلقة من هذاك الدقيق اللي عبرت هكذا. بالنسبة لهاد التساؤلات اللي جاتني غادي نوضح معكم إن شاء الله، والشباكية اللي غنعطيكم ناجحة مليون في المية. جربوها بعيوناتكم مغمضين وديروا الكمية اللي بغيتو، ان شاء الله غادي تنجح معاكم. غادي نطحن هاد اللوز هذا، خصو يجيني هكذا بودره، طحنو مزيان. بدلت الماكينه بالنسبه لهذيك الماكينه اللي طحنت معكم بها سلو، ضربتها بالعين، قلت لكم راه صغيره ومطيوره، صافي راه تحرقات ليا. غادي نجرب هذه اول مره غنخدم بها. هاد اللوز هذا خصو يولي عندنا هكذا بودره. ضفت له ديك المعلقه ديال الدقيق باش هكذا بلا ما يتعجل لينا ويتعلك ويبقى ياخذ لينا وقت طويل في الطحين. هذا علاش ضفت له هذيك المعلقه ديال الدقيق بودره. تقدروا ديروا على حساب الماكينه ديالكم، تقدروا ديروا اللوز صحيح. انا في هذيك الصغيره اللي كانت عندي كنت كندير فيها اللوز صحيح وكيولي هكذا بودره. الجنجلان كنصهدوه غير شويه، غير كنصهدوه، ما كنحمروهش نهائيا. راه لا حمرتوه غتجيكم الشباكيه ديالكم فيها البنه ديال الحراق، يعني شي حاجه محروقه يتحرق لكم في الشباكيه فاش تكونوا تقليوها. اليوم ان شاء الله نحضر معكم شباكيه بلا ماكينه كيف ما لاحظتوا، وما فيهاش الخميره ديال الخبز لان كنديروا غير شويه، ما كاينش يعني فرق. الا حيدناها راه ما غاديش، يعني ما كاين حتى شي فرق حتى شي. الشباكيه ديالكم تجي شاربه العسل وتجي هشيشه وتجي مرمله. تبعوا غير الطريقه والمراحل وما تفلتوا حتى شي لقطه. ومن بعد غادي نطحن الزنجلان ديالي حتى هو بنفس الطريقه، وغادي نعاودهم ان شاء الله في الغربال. هانتوما معايا مرحله بمرحله. من بعد ما طحنت الزنجلان واللوز حطيتهم هكا مع الطحين او مع الدقيق ديالي. كيلو 100 غرام، ديك 100 غرام ضروري نزيدوها باش هكذا لا تهرست لينا شي حاجه ولا تحرقات لينا شي حاجه لا قدر الله. غادي نضيف القرفه، المسكه، سكينجبير، كوزه. بالنسبه للكوزه راه غير نص حبه ديال الكوزه، وبالنسبه للمسكه راه واحد 4 الحبات اللي كنطحن مع السكر سنيده او مع الدقيق. طحنوا معاش ما بغيتو. وجوج معلقات كبار ديال النافع وحبه حلاوه اللي كنكونوا صهدناهم وطحناهم وغربلناهم مزيان في الغربال الرقيق. وكيس ديال الخميره الحلويات من وزن 8 غرام. هانتوما المسكه الحره. انا راه طحنت واحد 8 حتى ل 10 الحبات وخديت غير واحد المعلقه كيف ما لاحظتوا. وهنا غادي نضيف الزيت اللي مخلطه مع زيت الزيتون. تقدروا تستغناو على زيت الزيتون الا ما متوفرش. والزبده مذوبه، اي زبده عندكم كتفضلوها خدموا بها، راه ما كاين حتى شي مشكل. وهنا غادي نخلي المزهر والماء اللي فيه الخرقوم والخل غنخليهم حتى كنبسبس
هاد المكونات مزيان. هاد المرحله مهمه، ما تفلتوش هاد المرحله هادي، يعني ما تحرقوش المراحل وتضيفوا كلشي دقه واحده، ما غتجيكمش الشباكيه ديالكم زوينه وغادي تعذبكم في الخدمه. هانتوما ضروري من هاد المرحله هادي كنرملوا المكونات ديالنا مزيان مع الدقيق حتى يوليو بحال هكا. كناخذوا الغربال ضروري يكون عندكم في الدار كبير هكذا كيساعدكم. داك الغربال الصغير راه ما يخدمش لكم مزيان وعينيه كبار، يعني كيدوز لكم داكشي اللي كيكون كبير. هانتوما هنا كنغربل. هاد الغربال هذا كيساعد المكونات باش كينسجموا وما كيبقاوش عندكم حبيبات اللي غادي يعنكشوكم في الخدمه، ولا اللي غادي يخسروا لكم العجين ديالكم، او العجين ديالكم غادي يطلب لكم مجهود كتير باش تدلكوها. نهائيا ما غتدلكوهاش، غادي تخدموها حتى كتنسجم وصافي كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. هنا كنحكو الا لقينا شي حاجه مازال غليظه كنعاودوا نطحنوها مره اخرى. الا شي حاجه ما دازتش لينا بحال الزنجلان ولا اللوز الا ما دازتش غادي نعاودوا نطحنوا ونعاودوا نغربلوا بنفس الطريقه، ما كنضيعوا حتى شي حاجه. هانتوما الخليط ديالي كيصبح ملس، يعني رطب بودره على الشكل هذا، كيصبح مرمل. هاد الطريقه هذه تقدروا توجدوا هاد المكونات وتغطيو المكونات ديالكم حتى لا غد ليه عاد باش كتضيفوا الماء الزهر وهاد الماء اللي فيه الزعفران وتعجنوا. هانتوما 2 كيسان وربيع كاس ديال الخل. ما غتضيفوه حتى شي حاجه مازال، بدون بيض، بدون خميره الخبز، بدون ماكينه. اليوم نحضروا الشباكيه واحسن شباكيه معسله ومعلكه وكتجي رائعه بزاف. وكنشكركم على المشاهده ديالكم وعلى التعاليق ديالكم اللي كتخليو. شكرا لكم بزاف وعلى الملاحظات ديالكم ايضا. مرحبا بتساؤلاتكم وملاحظاتكم، مرحبا والف مرحبا. غادي نجمع العجين ديالي كيف ما لاحظتوا، ما غاديش ندلكها نهائيا، ما غتحتاجش منا شي مجهود كبير. تقدروا ديروها حتى في العجانه. نتوما هنا غادي نجمعها وغادي نديرها في واحد البلاستيك، نخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه بين ما جمعت البلاصه فين غنخدم ونرجع ليها. هانتوما القوام ديال العجين غادي نديرها في بلاستيكه ضروري باش هكذا ما تنشفش لينا. نغلفوها مزيان، نمشي نجمع البلاصه فين خدمت ونرجع معاكم. هنا من بعد ما داز تقريبا 10 دقائق نمسحوا البلاصه فين غنخدموا وناخذوا الموس. هنا قطعتها على 8 وكنجمعها بحال هكا وكنديرها في البلاستيك. الطريقه اللي كنخدم معكم راه معتمده عندي. ونجمع عليها هكا البلاستيك ضروري. نجيب المدلك نسرح ونطوي ونحط، سهله ومبسطه. ونرجع هكا البلاستيك باش ما تنشفش لينا العجين ديالنا. نستمروا هكا حتى نكملوا ونرجع معاكم. ومن بعد غادي ناخذوا العجين ديالنا نمشيو دائما الاولى فيهم، يعني من بعد ما كنكملوا كنمشيو الاولى. الا بانت لكم تتلصق تترشوا بشويه ديال الدقيق، غير شويه. هانتوما تنسرحها مزيان. هنا الا ما درناش الماكينه خصنا نسرحوا العجين ديالنا مزيان. كتسرحوا كتدلكوا تعاودوا ترجعوا تعاودوا تهزوا باش كتخرج لكم سمك واحد، ما تخرجش لكم جهه غليظه وجهه رقيقه. هانتوما كنهزها بيدي وكتبان لكم رقيقه. غادي نجيب هاد القطاعه هذه اللي ولات متوفره وعمليه وكتجيب لكم الشباكيه عبار واحد، كتجيبها زوينه يعني ومسنه، دوك السنينات كيبانوا واضحين حسن كاع من الشباك من يعني من الجراره. هنا راه ما عرضتهاش شويه باش يجيوني 4 ديال الضربات هكا بهاد الطابع.
ما عرضتهاش، جاتني شويه ناقصه. كي نتوما تخدموا عينكم ميزانكم. العجين اللي كنحيد كنديروه في الوسط ديال العجين المتبقي باش هكذا ما يخرجوش عندي بزاف ديال ما يبقاش ليا العجين بزاف في الاخر. هانتوما غتشوفوا نحيدوا هذوك الجنيبات ونجمعوها. هنا راني طويتها غير على حساب باش من يعني على حساب البلاصه فين خدامه وباش نصور معكم باش يبان لكم. هذا علاش طلقتها بهذا الطول هذا عفوا. نتوما كنتيريها شويه غير شويه، كنتيري شويه وكنحط وحده على وحده. ونسرح العجين المتبقي ونخدم بنفس الطريقه. غادي نكمل بنفس الطريقه كيف ما لاحظتوا. نجيب القطاعه ديالي ودابا غادي نشبك معاكم طريقه اللي سهله. هانتوما كتهزوا الشريط الاول وتطلقوا الثاني وتحيدوا وتطلقوا الثالث، جوج لتحت وثلاثه الفوق. قرصوا هذيك القنيتات الوسطانيين. غادي نعاود معكم باش هكا تفهموا اكثر. هانتوما بالنسبه للمبتدئات 3 كيبقاو عندي الفوق وجوج لتحت. نقرصوا هذوك القنيتات التحتانيين والجنيبات وكندفعوا شويه الشباكيه ديالنا الوسط. هانتوما نعاود معكم الثالثه هذه. قرصوا هنا مزيان باش ما يتحلش وتقلبوا. انا غنوريكم من زاويه اخرى، ربما هنا ما بانش مزيان ما كانش واضح. هانتوما هانتوما كتقرصوا مزيان باش هكذا ما كيتحلوش ليكم في القلي. بالنسبه لهاد الشباكيه غنقليها في نفس النهار، يعني ما غاديش نخليها تبات. هانتوما الشكل ديالها كيف كيجي، تجي زوينه التشبيكه ديالها اللي ساهله. غنعاود معكم ندير معكم الشباكيه بطريقه اخرى واللي جاتكم سهله خدموا بها. نتوما جوج مع جوج وداك اللي كيبقى لينا داك الشريط الخامس اللي كيبقى لينا زايد كنلصقو هكا مزيان وكنقلبوا كنحطوا كنقرصوا الجنيبات. هانتوما جوج على جوج. داك الشريط اللي كيبقى كنوصلوه للشريط الاخر وكنقرصوا. قرصوا هاد القنيتات مزيان باش ما يتحلوش ليكم. صافي وها هي الشباكيه ديالنا. هانتوما كنحطوه وكنبركوا عليه بصبعنا وهكا. قرصوا مزيان هذوك الجنيبات ونقلبوا. ساهله.
لاحظتوا. من بعد ما كملت الشباكيه ديالي كامله كنديرها هكا، كنستفها في اللاطات باش كتشد الفورمه ديالها وما كتعواش لينا. نتوما الكميه اللي خرجت ليا ديك الكيلو ديال الدقيق ما شاء الله. غادي ندير عاوتاني الكوكوط، ما غاديش ندير هاد المره المقله. كنديروا الزيت ديالنا مزيان في الكوكوط ديالنا او في المقله، وكنجربوا بوحيده. نديروها هي الاولى ونشوفوا، من بعد غادي نبداو نحطوا الشباكيه ديالنا. هنا راه كاع ما لاحظت راسي كنحط وحده على وحده مع الكوكوط غارقه وبعيده عليا شويه. كنحطو في الزيت العافيه. هنا من بعد ما كيسخن لينا الزيت مزيان كنقصو العافيه الى قريبه المهيله. ما تقتلوش العافيه اكثر من القياس، المهم تكون قريبه المهيله ماشي متوسطه ناقصه شويه. ناخذ واحد العويد، هذا العويد عملي بالنسبه لهاد المعسلات هادو، كيساعد بزاف وما كيهرش لكم المعسلات ديالكم شباكيه ولا اي معسله. كتبقاو تدوروا بحال هكا. من بعد ملي كتشد راسها مزيان وكتبدا تحمر كتبقاو تدوروا مزيان. هانتوما كتبقاو تدوروا حتى كتشد راسها، عاد كتدوروها وتقلبوها للجهه الثانيه. كتستمروا هكا حتى كتكملوا. خليكم مع التشنشينه ديال العسل. كتوجدوا كلشي هنايا، العسل ديالكم، الكسكاس فاش غادي تصفيو. هانتوما هنا ملي كتشد راسها راه كندورها كنقلب. بالنسبه للعسل عندي هنا بارده ما سخنتهاش، غادي تسخن. نبقى نحط فيها الشباكيه سخونه، انا من طبيعه الحال غادا تسخن بوحدها. كنستمروا هكا حتى كنكملوا الشباكيه اللي عندنا كامله بنفس الطريقه وبشويه علينا وعلى العافيه اللي تكون قريبه المهيله باش هكذا ما تلهبش لينا. حتى هو سر من الاسرار ديال النجاح ديال الشباكيه باش تجينا طايبه حتى من الداخل. لاحظوا الشباكيه ديالنا كيفاش دايره معسله وشاربه العسل وهشيشه ولذيذه لذيذه لذيذه اكثر ما تصوروا. احسن شباكيه ممكن لكم تجربوا هي هذه. نحل معكم وحيده باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. كنعتذر على هذه الاضاءه اللي ناقصه. هانتوما هانتوما الشباكيه كيف دايره من الداخل، مرمله هشيشه شاربه العسل. كنتمنى اقتراح اليوم يرقكم وينال اعجابكم. ما تنساونيش بلي لايك واشتراك في القناه. راكم كتنساوني بلي لايك ما فيها والو، نتوما كتفرجوا. دير واحد لايك فضلا وليس امرا. وش تبقاو بالف خير وبصحه.